ترحيل المشكلات بعقلية الموظف. السيسي رجل مواجهة وتحمل مسؤولية وبحث عن حلول حالية لحماية أجيال مقبلة. قول لي إزاي مبارك قعد 30 سنة ومشي والصرف الصحي في 12% بس من القرى، والسيسي في ظروف أصعب وضغوط مالية أكبر هيخلص 50% خلال سنتين بإذن الله. قول لي كمان من فضلك، واحنا لسه مع الكاتب الصحفي الاستاذ خالد صلاح بيكمل كلامه، قول لي من فضلك تقصد ايه ان مضيق طيران امن قومي؟ قصدك يعني عشان اسرائيل احتلت كل سيناء لما عبد الناصر قرر يقفله بقرار منفرد؟ فهمتك. فعلا يعني في حاجات كتيره قوي بقى ممكن تتقال. الموضوع ده في حتت كتير يعني يعني في كذا مطب، مش مطب يعني، كان في كذا موضوع للنقاش. كويس. هل الرئيس مبارك رجل تأجيل لا وليس كده المواجهه؟ يعني انا رئيس الاسبق ممكن طبعا انا فاهمه يعني ممكن يبقى في 30 سنه من حكم الرئيس مبارك لم ينجز الا 12% من الصرف الصحي. ممكن، انا مش متاكده من الارقام، انا يعني مش اي حد بيقول اي حاجه انما الأمر المؤكد به إن سنة 1980 لما الرئيس مبارك بدأ تولي الحكم، يمكن الأجيال الأعجز زينا شوية تفتكر أخبار البنية التحتية إيه والتليفونات والصرف الصحي في العاصمة والكهرباء والمشروعات. يعني ما أقدرش أقول الرئيس مبارك، وأنا هنا لا أقيمه، أنا لا أقيم الرئيس مبارك لا سلبا ولا إيجابا، زي ما هو قال عن نفسه سيحكم علي التاريخ بما لي وما علي، لكن 12% من الصرف الصحي في القرى عبر 30 سنة، بس قصادهم اتعمل ايه في ال 30 سنة؟ الرئيس السيسي رجل مواجهة، وانا مش شايفة حتى مجال المقارنة. يعني مش عارفة ليه استاذ خالد صلاح مع احترامي حط الرئيسين في هذه الجملة، كل واحد كان ليه ظرف. لا ثانية واحدة، لأن المواقع والفيسبوك على والنشتاء وكل الحاجات بيتكلموا على أن الرئيس الأسبق مبارك ما فرطش في جزر سنافير وطيران، بالرغم من أن اتطلب منه أكتر من مرة، والخطابات حتى اللي طلعت علشان تثبت نظرية ملكية السعودية لهم كان يعني ما كانش فيه رد من الظرف التاريخي. أولا في كلمة فرط فيه، اصل انا بحكي لحضرتك اللي مكتوب اللي بيقولوه، انا بناقش اللي بيقولوه انه ما فرطش في الجزر وبما من ثم يبقى في حد فرط النهارده. أيوة. التلاعب بالالفاظ ده مش دقيق، انما خليني اقول الاتي: الظرف المصري الداخلي والظرف الاقليمي والعالمي خلال ال 30 سنه بتوع مبارك يختلفوا كليا عن مصر من بعد 2011 ثم مصر من بعد 30/6. الشعب المصري يقف في ظهر الرئيس السيسي بعد 30/6 وبيواجه أمريكا. يعني احنا يوم 30/6 كنا شايلين صور أوباما وبنحطها على الأرض والمصريين بيدوسوا عليها. هذه مواجهة، هذه المواجهة اللي خدها المصريين لأن الجيش كان في ظهرهم، والرئيس السيسي رئيس مواجهة. احنا هنا بنواجه في إيه بقى؟ بنواجه أمريكا وبنواجه الدعم، بنرفع الدعم وبناخد يعني مثلا الرئيس الاسبق مبارك ما رفعش الدعم طول ما انا بقول لك اهو، بناخد قرارات شجاعه وقويه وكانت متاجله، كانت مش لازم تحصل مش لانه مين اشجع ومين اقل شجاعه، لانه الظرف مختلف، ولان المصريين ايضا في هذه اللحظه التاريخيه مختلفين عن المصريين والتعليم. فانا بس عايزه اقول انه بجد بقى يعني لازم حد في يوم من الايام يبقى منصف ويطلع يقول على قد ما قالوا لنا كلام كتير قوي عن مساوئ وعيوب ال 30 سنة اللي يمكن كلنا شفنا بعض هذه المساوئ والعيوب، لازم كمان حد يبقى منصف ويقول ماذا حدث في ال 30 سنة. يعني احنا ما كناش بنعرف نجيب الحرارة في التليفون. اسألي ماما كده، احنا كنا بنرفع سماعة التليفون ونسيب السماعة ساعتين عشان الحرارة تلقط، وفي آخر ال 30 سنة كان كل واحد معاه تليفون ذكي في تليفون وانترنت وفيسبوك وتويتر وكذا وكذا. ما الذي حدث في ال 30 سنة مني مش عارفة اجيب الحرارة وبقدم على التليفون اقعد 10 سنين على ما يجيني الخط، لانه بقى كل مواطن معاه سنترال في ايده الكتروني. يعني قليل من الانصاف، يعني ده حديث. طيب وبين في تلقيح على جمال عبد الناصر كمان. اهو معلش يعني خليه للمره الجايه عشان حضرتك بس تلحقي طب بس هقول حاجه بس في الموضوع ده. اصل حكايه قصدك يعني لما لما عبد الناصر قفل مضيق طيران بقرار منفرد، اسرائيل احتلت سيناء، برضو مساله قرار منفرد ده كله كلام فيه تلسين
محدش خد يا جماعه قرارات منفرده الايام دي.